تخيل إن في جملة واحدة هتفرحك لما تكون زعلان وبرضه هتزعلك لما تكون فرحان. الجملة دي لو فهمتها بجد هتغير نظرتك خالص للحياة. هحكي لك قصة بسيطة كده. زمان كان في ملك عايش حياته ما بين انتصارات وما بين خسارة، وفي يوم نادى حكيم من اللي حواليه قال له بقول لك ايه، انا عايزك تكتب لي جملة لما اكون فرحان واقراها تهديني شوية وما تخلينيش اضغر، ولما اكون زعلان واقراها تصبرني شوية. الحكيم سمعه وقعد يفكر شوية وبعدين كتب له جملة من 3 كلمات، بس الجملة دي بسيطة جدا في نفس الوقت مليانة حكم. كتب له ايه بقى؟ هذا الوقت سيمضي. الملك اول ما قرا الجملة حس ان هي كده لمسته في حتة عميقة جواه، يعني عرف ان مفيش فرح هيفضل معاه للأبد ولا في حزن هيفضل متعلق معاه العمر كله. يعني من الآخر كده كل حاجة حلوة أو مرة هتمر. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا نفس الدرس وقال لنا واعلم أن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. يعني مهما اشتدت الدنيا حواليك ومهما حسيت إن مفيش مخرج، اعرف إن بعد كل شدة في فرج وبعد كل وجع في راحة جاية. تعال نبص حوالينا كده، لما بنفرح قوي بنحس إن السعادة دي مكملة معانا العمر كله، وبرضه نفس الكلام لما بنحزن بنحس كده إن الحزن ده معانا العمر كله ومش هيسيبنا. بس الحقيقة بقى إن الدنيا مش مستاهلة إن إحنا نفضل نزعل على كل حاجة راحت ونبكي عليها العمر كله، وفي نفس الوقت ما نفرحش فرحة كبيرة قوي تعمينا عن الحياة وتعمينا ان احنا نشكر ربنا على كل نعمة ادهالنا. احنا ساعات بنكبر قوي الزعل جوانا ونحمل نفسنا فوق طاقتنا وننسى ان اصلا هذا الوقت سيمضي. وساعات برضه بنفرح ونفكر اننا فوق الدنيا خلاص ونتفاجئ بعدها بلحظة زعل فجأة، صدمة بتجيلنا، وننسى برضه جملة هذا الوقت سيمضي. عشان كده خليك متوازن وخليك فاهم إن كل لحظة سواء حلوة قوي أو مرة قوي كده كده هتعدي. يعني عيش فرحتك ببساطة واحتوي حزنك بحكمة، وخليك فاكر دايما إن الأيام بتتبدل ومفيش حاجة عمرها هتفضل على حالها. وفي وسط كل ده خليك واعي واعرف قيمة اللحظة اللي انت عايشها سواء حلوة أو مرة. خليك فاهم إن هي كده كده هتعدي.